ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل رسميا أن الجريدة الرسمية للبلاد تنشر قرارا جديدا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يثير الاهتمام. أثار قرار جديد صادر عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونشر رسميا في الجريدة الرسمية اهتمام المتابعين خاصة، وأنه يتعلق بمشروع خدمي وهام في محافظة الإسكندرية، ويأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق خدمات البنية التحتية. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا للمنفعة العامة. أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2025 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحي الجمالية خورشيد القبلية آبيس الأولى من أعمال المنفعة العامة، ويقع المشروع في محافظة الإسكندرية داخل حوض الملاحة الشرقي نمرة 3 بمسطح يبلغ نحو 1588.47 من 100 مترا مربعا، ويتم تنفيذه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف. نتابع هبوط مفاجئ يضرب الأخضر، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، فهل تشتعل السوق السوداء؟ شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا مفاجئا خلال نهاية تعاملات الأحد في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي، وذلك بعد استقرار نسبي دام عدة أيام. هذا التراجع فتح باب التساؤلات مجددا حول مصير السوق السوداء التي دائما ما تتحرك في اتجاه معاكس للسوق الرسمي. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك. تراجعت أسعار الصرف في 10 بنوك كبرى بقيم متفاوتة بين 6 و10 قروش مقارنة بمستويات يوم الأربعاء الماضي، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي: البنك الأهلي المصري 50.68 للشراء و50.78 للبيع، تراجع 6 قروش. بنك مصر 50.68 للشراء و50.78 للبيع، تراجع 6 قروش. بنك القاهرة 50.68 للشراء و50.78 جنيه للبيع، تراجع 6 قروش. البنك التجاري الدولي CIB 50.67 للشراء و50.77 للبيع، بتراجع 7 قروش. بنك البركة 50.67 للشراء و50.77 للبيع، بتراجع 8 قروش. بنك قناة السويس 50.66 للشراء و50.76 للبيع، تراجع 8 قروش. كريدي أجريكول 50.64 للشراء و50.74 للبيع، بتراجع 10 قروش. بنك الإسكندرية 50.67 للشراء و50.77 للبيع، بتراجع 7 قروش. بنك التعمير والإسكان 50.66 للشراء و50.76 للبيع، تراجع 9 قروش. مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.79 للشراء و50.88 للبيع، بتراجع 10 قروش. تابع السيول تصل القاهرة، بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس وأصعب ساعات قادمة على هذه المحافظات. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس الحالية، حيث تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تراكم العواصف الرعدية والأمطار على أجزاء من الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الشدة. وشددت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها على ضرورة الحذر من احتمالية حدوث سيول في بعض مناطق سيناء نظرا للطبيعة الجغرافية. الطقس معتدل نهارا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من 10 إلى 30% على السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وشمال الوجه البحري، وقد تمتد قليلا إلى القاهرة الكبرى، وقد تشتد أحيانا في بعض المناطق. يكون الطقس حار نهارا على جنوب البلاد مثل الصعيد، أسوان، الأقصر، ومعتدل ليلا مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن تنشط الرياح على أجزاء من السواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وشمال البحر الأحمر، وقد تسبب عواصف رملية وأتربة على المناطق المكشوفة.
وحذرت خرائط الطقس من تشكل شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في الوجه البحري والدلتا. قد تتأثر الرؤية الأفقية على الطرق الساحلية بسبب الأمطار والشبورة، وفي المناطق المكشوفة بسبب الرياح المثيرة للغبار. نصائح هامة: متابعة النشرة اليومية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، ارتداء ملابس خفيفة خلال النهار في المناطق الجنوبية مع طبقة إضافية في الليل وفي الصباح الباكر. وفي الصباح الباكر توخي الحذر على توخي الحذر على الطرق السريعة والزراعية بسبب الشبورة والأمطار، وخفف سرعتك في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للغبار. تجنب رحلات الصيد في البحر المتوسط إذا كانت الرياح قوية. ونتابع 4 قرارات لرئيس مجلس الوزراء. ما هي هذه القرارات ومن المستفيد منها؟ نشرت الجريدة الرسمية في عددها 18 الصادر في 3 مايو 2025 4 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إعلان عدد من المشروعات ذات منفعة عامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات. 4 قرارات جديدة لرئيس مجلس الوزراء. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2025 بشأن فحص مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي الجمالية خورشيد القبلية أبيس 1 بمحافظة اسكندرية الكائنة بحوض الملاحة الشرقي رقم 3 بمساحة 471,588 متر مربعا كمشروع من مشاريع المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتستولى بالتنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1142 لسنة 2025 بشأن مشروع نزع ملكية الأرض الواقع على محور الفريق العصار الكابلات بمنطقة الأميرية محافظة القاهرة بمساحة 2,235,341 مترا مربعا، وذلك في إطار المخطط القومي لتنمية مناطق شمال القاهرة كمشروع من مشاريع المنفعة العامة، ويتم نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنفيذ المباشر. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2025 باعتبار مشروع مجمع متكامل للخدمات العامة الحضرية، مجمع مدارس مستشفى عام بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية بإجمالي مساحة 67 فدانا و16 قيراطا و5 أسهم من مشروع المنفعة العامة، ويتم حجز الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنفيذ المباشر. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1144 لسنة 2025 باعتبار مشروع استكمال توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من مشروع المنفعة العامة، ويتم استملاك الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنفيذ المباشر. عاجل مفاجآت في قانون الإيجار القديم يعلنها المسؤولين. اعرف التفاصيل، هنفهمك بالتفاصيل والشرح بالبلدي. قانون الإيجار القديم هو كل ما يشغل المواطن المصري الآن سواء كان مالكا أو مستأجر، ويزمر أن مصر فيها ملايين الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وفي تعديله سيظهر مستجدات جديدة، منها ما هو في مصلحة المالك ومنها ما هو في مصلحة المستأجر، ونعرض لكم آخر المستجدات والتصريحات من المسؤولين. كان منها اجتماع بين وزارة الإسكان وبين المرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للتحدث عن نص قانون الإيجار القديم وتقديم مقترحات من أجلها يكون هناك عدالة للجميع المالك والمستأجر. مواد قانون الإيجار القديم تمت مناقشة المادة الأولى وتحديد بنودها بالنسبة للمدن والقرى. وكان نص المادة الأولى فإن قانون الإيجار القديم أحكمه تسري على الأغراض على الأغراض السكنية والغير سكنية، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1977، تنظيم أحكام البيع والشراء وتأجير الوحدات وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981. المادة الثانية ستكون قيمة الإيجار الشهري من الشهر التالي بعد تفعيل قانون الإيجار القديم 20 مثل القيمة التي كانت سارية من قبل، حيث تقل قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية عن 1000 جنيه في الشهر. بالنسبة
بالنسبة للقرى لا تقل قيمة إيجار الوحدة السكنية عن 500 جنيه عملا بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والوحدات التي تسري عليها تلك القوانين. المادة الثالثة باختصار تكون القيمة للإيجار القديم في الأماكن الغير سكنية 5 أمثال القيمة المعتاد دفعا، حيث يكون الحد الأدنى لقيمة الوحدات الغير سكنية 5 أمثال الحالية. المادة الرابعة نصت المادة الرابعة على أن يزداد الإيجار بشكل تدريجي كل سنة بقيمة 15% من آخر قيمة قانونية دفعها المستأجر. المادة الخامسة انتهاء العقود حسب قانون الإيجار القديم، فإن العقود تنتهي بعد انتهاء المدة القانونية وهي 5 سنوات من تاريخ صدور القانون ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.